مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. دخول المدارس والجامعات، ربنا يكون معاكم جميعا، لكل أب وأم في المرحلة دي. إنها مرحلة مهمة جدا وشهر كئيب، بنعتبره كئيب لأنه هو طبعا بنخرج من المصيف وبنكون كلنا على فيض الكريم، بتبدأي انت لا ده لازم مصاريف مدرسة ترم أولاني، لازم مصاريف باص ترم أولاني، لازم تجيبي لبس المدرسة، كل ده مع بعض ومع مصاريف البيت اللي بقت غالية وكله غالي في بعض. مصاريف ارتفعت قوي قوي لحد ما اعرفش مين المسؤول عن اللي بيحصل ده. الباص كمان ارتفع قوي، بقى يعني كل حاجة زي ما ارتفعت في البلد كل حاجة بترتفع. لكن المشكلة بقى كمان، لكل أولياء الأمور اللي يعرفوني أرجوكي اتكلمي لنا على السبلاي ليست، اللي هو الطلبات اللي بيطلبوها المدارس من الأولاد. يعني في تعجيز لولي الأمر، يعني بتوصل لمرحلة إن هم عايزين يجيبوا لهم المناديل والديتول يعني بقت مهزلة، بقت مهزلة بجد، خصوصا إحنا دافعين دم قلبنا في مصاريف للولاد ودافعين دم قلبنا في الباص وإحنا أساسا داخلين تعبانين ومجهدين. أرجوكوا الرحمة بينا، أرجوكوا. مش عارفة أناشد مين المسؤول عن المهزلة دي. الحاجات دي أرجوكوا تتكتب بهدوء شوية، مش لازم أجيب المكتبة كلها ليكم، ممكن تتقسم على ترم أول ترم تاني. يبقى في تفاوض إن الحاجة دي زي ما أنتوا عايزينها فعلا، يبقى ولي الأمر يقدر يجيبها لكم وفي مقدرته. لكن أنا أجيب لكم مناديل كلينكس ليه؟ أنا أجيب لكم ديتول ليه؟ أنا أجيب لكم ناقص نقول مقشات بقى، مش ممكن بجد. أنا في مهزلة بتحصل وحاسة إن الموضوع بقى يعني مفيش رقيب. أرجوكوا يكون في رقابة في المدارس على الورقة دي، على كل اللي بيطلبوه مننا في المدارس. الرحمة بينا كأولياء أمور، لأن إحنا طبعا كتير قوي موصيني إن إحنا نتكلم ونقول ونستغيث بوزير التربية والتعليم، إن أرجوك ساعدنا، أرجوك ارحمنا. دلوقتي في نظام في أمريكا وفي كل الأماكن بتجيب كل الحاجات السبلاي ليست اللي إحنا طالبينها دي، بتديها للناس تحطها في المكتبة، واللي عايز بياخد أول يوم يومين كل الحاجات اللي هو بيقول إن أنا مش مقتدر أو مش قادر أجيب لولادي. يبقى كل الناس لازم تفرح، كل البيوت لازم ولادها يكون عندها الحاجات دي. فبيحطوا الناس بتتبرع بيعملوا يوم كده للناس، أي حد عايز كراسة قلم الحاجات اللي هي طالباها من المدرسة، كل ده بيتحط في الهول بتاع المدرسة والناس بتاخده مجانا. أرجوكوا الفكرة دي أنا عجباني جدًا، عشان كده النهارده قُلتها، وأتمنى إنها تتعمل في المدارس، لإن في فعلًا زي ما أنتم بتقولوا في ناس تعبانة جدًا وطالعة من المصيف مش قادرة، وفي نفس الوقت بتلاقي في مصاريف لباص ومدرسة، وكمان أنتم كمان زوّدتوها علينا بالsupply list. وبقى أنا خلاص يعني أنا عايزة أقول لكم الرحمة بينا، وأرجوكم يكون في رقيب على مين بيغلي المصاريف أوي كده. المدارس دي فين الرقيب عليها؟ ومين المسؤول؟ أنا باتساءل، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وفهمتوه ويتوصّل لأعلى ناس مشاهدة عشان يوصل للمسؤولين. والسلام عليكم.